الحلقة بتبدأ بمشهد يحبس الأنفاس. سعدي استغل إن البيت فاضي ودخل لحمدية، وحصل اللي حصل. علاقة حميمية في الضلمة. حمدية كانت فيها زي اللي بتحلم، طايرة من الفرحة ومفتكرة إنها خلاص ملكت قلب سعدي، وإن الدبلة جاية في الطريق. بعد ما خلصوا، سعدي قام يلبس هدومه بسرعة وهو عينه على الباب، خايف أمها ترجع في أي لحظة. حمدية بصت له بلهفة وسألته: هتيجي تاني إمتى؟ سعدي رد ببرود وهو بيعدل هدومه: يا حمدية، أنا بقالي يومين باجي وبقف في الشارع وبستناكي تفتحي وما بتفتحيش. النهاردة دخلت بالعافية. حمدية حلفت له إنها غايبة عن الشغل بقالها 5 أيام عشان خاطر عيونه، بس هو كان بيفكر في الهروب مش في الحب. سعدي بدأ يرسم خطة الهروب. قال لها: أنا مش هعرف آجي هنا تاني. في واحد صاحب محل قدام بيتكم بيفضل يبص عليا بنظرات مش مريحة، خايف يسألني إيه اللي جابك هنا ونروح في داهية. لازم نشوف مكان تاني نتقابل فيه. حمدية استغربت وقالت له: طب والحل؟ قام مطلع ورقة صغيرة فيها رقم تليفون وقال لها: بكرة الساعة 2 الظهر كلميني على الرقم ده وهقولك نتقابل فين. حمدية اتصدمت وقالت: أنا عمري ما مسكت تليفون، أجيب تليفون منين؟ عرض عليها تروح لصاحب المحل، بس هي خافت، واتفقوا إنه يجيلها كمان يومين في نفس الوقت لحد ما يدبر وكر بعيد عن العيون. قبل ما يخرج، سعدي عمل حركة خلت حمدية تحس إنها رخيصة قوي. طلع من جيبه 5 دنانير ومدهم له: خدي دول، هاتي لنفسك هدية، خفت أجيبلك حاجة ما تعجبكيش. حمدية الدموع جمدت في عينيها وقالت بصوت مخنوق: أنا مش عايزة منك فلوس ولا هدايا، أنا محتاجالك أنت وبس. زعلت وبدأت تبكي. سعدي خاف من النكد، رجع الفلوس في جيبه بسرعة وقال: خلاص ما تفهميش غلط، شوفيلي الشارع فاضي عشان أخلع. حمدية فتحت الباب، وبمجرد ما مشي سندت ظهرها على الباب وهي في حالة ذهول وسعادة مغلفة بالوجع. حمدية جريت على الحمام، أخدت شاور سخن عشان تمحي آثار اللي حصل، ونشطت نفسها وهي بتغني وكأن الدنيا ضحكت لها. كانت جعانة جدا، وقعدت تستنى فريدة مرات خالها ترجع من الشغل بالأكل. حمدية كانت شايفة نفسها في المراية نجمة، ومفتكرة إن سعدي خلاص بقى خاتم في صباعها، مش فاهمة إنه مجرد ديب بياخد غرضه وبيمشي. فريدة رجعت ومعاها كريم والأكل، وأول ما شافت حمدية شهقت: إيه يا بنتي، وشك منور وخدودك موردة كأنك واكلة ديك رومي. شفت الدوا جاب مفعول إزاي؟ حمدية ضحكت في سرها وقالت: الحمد لله يا مرات خالي، أنا كويسة بس ميتة من الجوع. فريدة قالت لها بضحكة: تعالي كلي، ده أم سعد النهاردة كرمتني بأكل كتير من اللي قلبه يحبه. حمدية قلبها دق وسألت بلهفة: انتي كنتي هناك بتشتغلي؟ فريدة حكت لحمدية اللي حصل في بيت سعدي. أيوة يا بنتي، كنت هناك بشتغل، وسعدي دخل فجأة، بس الغريبة إنه أول ما شافني رمى السلام وجري على أوضته يبدل هدومه ولا كأنه يعرفني، حتى أمه استغربت من جريته دي. حمدية فهمت إن سعدي كان مطمن إن فريدة بتشتغل في بيتهم، فاستغل الوقت ده عشان يروح لها هي البيت وهي مطمنة. فريدة كملت: قلت الهدية راحت علينا، بس استني هحكيلك اللي حصل وأنا ماشية. فريدة قعدت توصف تعب اليوم. الولد ده جنني، كان مطلع كل هدومه وبطاطينه وشراشفه عشان تتغسل، وقعدت أغسل وافرك لحد ما ظهري انقصم، عشان كده اتأخرت. حمدية كانت بتسمع وهي بتاكل في نفسها من الغيرة، بس في نفس الوقت مبسوطة إن سعدي كان بيوضب نفسه وكأنه بيستعد لمرحلة جديدة، مش عارفة إن الغسيل ده كان عشان ينظف أي أثر ليومه. فريدة فاجأت حمدية بكلام يخلي العقل يطير: تعرفي يا حمدية، سعد ده شكله حاطط عينه عليكي. حمدية اشرقت بالأكل من الصدمة. فريدة خبطت على ظهرها: بالراحة يا بنتي، الأكل مش هيطير. لما جيت أمشي، سعد وقفني في راس الشارع وعاتبني: ليه ما جبتيش حمدية معاكي؟ وراح مطلع 5 دنانير من جيبه وقال لي: هاتلها هدية على ذوقك، لأني معرفش ذوقها إيه. حمدية هنا عرفت إن ال5 دنانير اللي عرضهم عليها في البيت هماهم اللي اداهم لفريدة عشان يغطي على عملته ويبان إنه معجب من بعيد لبعيد. حمدية بدأت تذهب نفسها وقالت لفريدة: ليه بتقولي كده؟ هو أنا وحشة؟
أنا لو لبست وتشيكت هبقى زي الممثلات اللي بيطلعوا في التلفزيون. فريدة ضحكت باستهزاء. انتي فين وسعدي فين يا حمدية؟ ده واد غني وابن عز، بس يلا الحب أعمى وشكله شاف فيكي اللي احنا مش شايفينه. حمدية كملت أكلها بفجع وهي بترسم في خيالها القصر اللي هتعيش فيه مع سعدي. حمدية أخدت ال5 دنانير من فريدة وفضلت تشم فيهم كأن ريحة سعدي لسه فيها. كانت فرحانة وكأنها ملكة الدنيا. فريدة أخدتها ونزلوا المحل اللي على أول الشارع واشتروا نفنوف فستان جديد وقلم حمرة روج. فريدة حذرتها: اوعي تلبسي الطقم ده في الشغل وتبهدليه زي الدشداشة اللي فاتت، ده للغالي وبس. جه اليوم اللي سعدي قال إنه هيعدي فيه، وحمدية كان لازم تلاقي عذر عشان ما تروحش الشغل مع مرات خالها. قررت تعمل فيلم هندي. خبطت إيدها في الحيطة جامد وقعدت تصرخ وتمثل إنها وقعت من على السلم ورجليها اتلوت. فريدة جريت عليها: مالك يا بنتي؟ حمدية بتمثيل متقن: وقعت وأنا بجري يا مرات خالي، مش قادرة ألمس الأرض برجلي. فريدة حاولت تقومها بس حمدية كانت مرتمية على الأرض وبتتوجع. فريدة قالت بضيق: إيه المصايب دي؟ طب هعمل إيه في الشغل؟ حمدية قالت لها بخبث: روحي انت يا مرات خالي وأنا هحصلك لو بقيت كويسة. فريدة هبطت لها رجلها بقماشة جامد وقالت لها: خلي بالك من نفسك. وخرجت وهي مشغولة باليوم الطويل اللي مستنيها وسابت الساحة فاضية لحمدية. بمجرد ما فريدة قفلت الباب، حمدية قامت زي الحصان، فكت الرباط وجريت لبست الفستان الجديد وحطت قلم الحمرة وكحلت عيونها لحد ما بقت زغلولة. قعدت قدام المراية تظبط نفسها وتتخيل دخلت سعدي عليها وهي في أبهى صورها، منتظرة اللقاء اللي فاكرة إنه هيغير حياتها. حمدية لقت كريم قاعد لها فكان لازم توزعه هو كمان. قالت له بذكاء: عارف الخضري اللي أبويا بيجيب منه الخضار؟ روح شوفه هناك ولا لأ، ولو لقيته تعال قول لي عشان أروح أطمن على أبويا خالها. كريم استغرب: انت ايه اللي فكرك بالموضوع ده دلوقتي؟ حمدية زعقت فيه: روح وانت ساكت، عايز اطمن عليه. كريم مشي وهو مش فاهم حاجة، وحمدية قفلت الباب وراها وهي بتضحك. الطريق بقى فاضي تماما لسعدي. حمدية وقفت ورا الباب، قلبها بيدق مع كل خطوة رجل في الشارع. كانت خايفة من صاحب المحل اللي قدامهم، بس طمعها في سعدي كان أكبر. الحلقة بتختم وهي بتبص من خرم الباب وشافت خيال سعدي وهو بيقرب من البيت بحذر، وفي عيونها نظرة انتصار. مش عارفة إنها بتبني قصر من رمل، وإن سعدي اللاعب محضر لها مفاجأة هتخليها تندم على اليوم اللي فتحت فيه الباب.